عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا همنا ويا خوفنا؟ إن شاء الله بخير. سامحونا على الانقطاع، حميرة هو مش لأنني مسافر من بلاد لبلاد لأن عندنا شغل وكذا، فما نواكبش في الأحداث هذه اللي صايرة، بس من واجبكم علي إني لازم نوضح لكم هل بأمور يعني بخصوص القناة وكذا، لأن من الأول عهدتكم يا همنا ما أخونكم ولا نخذلكم إن شاء الله. بخصوص القناة الخضراء وما أقاويل وكذا، نبدأ بواحد اسمه أحمد راشد، يعني معروف أحمد راشد أنت. أيوة، اللي هو بعث لي رسالة الشكالات اللي زيي في القوة السيد الشهيد الصايم عمر القذافي. فأنا بنقول لك فعلا تو بنحلل لك من اللي خلق سيد القايد ومن اللي ضيع البلاد اللي منو أنت بتكون. هذا أحمد راشد كان نقيب ولا شنو في كتيبة سحبان في غريان، وعطيه القايد سيد القايد حوش وسيارة، وكان يضرب يعوض طبعا عم سعيد راشد، صح ولا؟ بعد ما جت الأحداث وكذا هرب من الهاربين، وما هربش، هرب زوج سيارات ومشي باحن ولا شنو في الجنوب، وممكن الناس تعرف في الجنوب، وهذا اللي مصدوق. هرب مشي باحن، مشي رقد في الجزائر حتى خبش له. من اللي باع سيد القايد اللي هم انت والثل اللي زي انا من بدايه الاحداث لتو قاعد النظر وجاهد براسي عالي فوق. اما انتم ما هارب بعد سيارتين وجاي شورى خش مع اللي بالدم ولا شنو، لما دم زمان اس وكذا، وقاعد ياخذ في ارباح لتو منهن، باش تعرفوا ان شركه قناه الخضراء وبزنس مش للاعلام والوطن، وياخذ في ارباح لتو. حتى المده اللي فاتت تعاركوا وياه، جاني قال لي راولي بالدم يسرق الاس ام اس ومش عارف وكذا، صح ولا؟ وبعد تالي حليت المشكله، مش عارف قال لك 2000 دولار في الشهر يجنك لعندك لانك دافع 20,000، تبقى في ليبيين تانيين دافعين 30 51، اعطيه حتى هو حقه من الاس ام اس. الاس ام اس يقولوا ما فيش فلوس، كدابين، سنه ونص على يدي يجيبوا في الفلوس، وما اني الاول ما يبوش يقولوا لي عليهم. ايوه، واني الاول عندي فيه النصيب الحق، والله ما اعطوني منهم قرش، انا اقول لك يعني، بس انا سكتت لان هدفي الوطن، مش هدفي ندير شركه وربح وكذا. يعني بدي الربح راه درته بروحي، ما جبتكم انتم ودخلتكم في القناه باش تدعموا القناه، بديتوا تصرفوا فيه انتم وتصرفوا فيه على رضيه عمليات تجميل ومش عارف منه يا مصاص الدم. وهذا ولد راشد راقة الجزائر ويقول انت اللي فلقت المعمر الشهيد الصايم. لا والله فلقتوه انتم اللي سرقتوا وهربتوا، وانت ضابط وهربت، تو تاخذ ارباح من الاس ام اس وحط رجع لرجل، وما تهمك ليبيا انت يا ولد راشد. فاسكت خير لك من تحشم روحك وتحشم هلك. ايوه، عمك سعيد راشد شهيد، مفروض انت تموت وتقتل عليه، مش تلقط لي فلوس الاس ام اس وكفاح قال وما قالش. انت ظفر كفاح ما تجي، لا في جهاد ولا في نضال ولا في شرف ولا في كل شيء. نقول لك انا، وهلي يرفعوا الراس فوق هلي، واني نرفع الراس فوق، ما سرقت ما بعت ما درت. فاستحي احلي روحك يا ولد راشد، وارقد جنب صغارك ومرتك خير لك، لانك انت مش راجل. انا نقول لك فاهم، وخليه اللي بالدم يبعث لك كل شهر 2000 دولار، دافع 20,000 تو. لا حول الله وخلاص. وانت يا رضية حتى انت بقبي، ايوه ده بنا مصاص الدم يصرف عليك، وفي 6 اكتوبر وفي اللات وبصشين ورفعك للاردن عمليات تجميل من فلوس الشعب الليبي، وضحكوا على الشعب الليبي وقولوا يا كفاح اسكت. ليش ما نبوش مشاكل يا كفاح؟ ايوه واضحه راي القناه، والله الا بزنس، وانا اللي مديرها قناه الخضراء مش انتم جيتوا وصقتوا فيا باش درتوا لي المشاكل هذه كلها، وسرقتوا ونصبتوا ودرتوا بزنس ودرتوا ده. انا كان الهدف وطن. ايوه، ما تقولوش كده، واضح العمليه لله تو، احنا مستمرين وهنناضلوا معطوف دمنا ونجروا هني وهني في الموت. مش راقداني في 6 اكتوبر مكيف، واللي بالدم يبعث لي في 2003 من الاس ام اس، وندير لي في عمليات تجميل، صح ولا مش صح؟ وتتطاولوا علي ياني اللي من بلاد لبلاد ومحروق ومشاكل، ينبا واني اللي بسسها قناه الخضراء. واضحه العمليه قدام الله وخلقه، يعني بلاش كذب وبلاش نفاق. ايوه، من هو انت يلي بالدم مصاص الدم؟ هل انت ليبي؟ مين نقول؟ انا قالوا نعرف احمد الزياني، بس يعني حتى لما خطبنا تشاد اللي هو فيه فلوس للدوله الليبيه، عند ادريس دبي بتشاد، تو خاشوا ولاد سليمان طبعا اصحابه، وواحد باش هو خش في القناه بيبين روحه حر، باش يمشي ادريس دبي يقول له بتساعدنا احنا الاحرار وكذا بالملايين، بيسرقهن هو ولاد سليمان.
وانا هو بلغت عليه، حتى بعثت ورقه للسفاره التشاديه في فرنسا، قلت لهم الشخص هذا فيه فلوس ليبيين ردوا بالكم تعطوني هذا، لانه ماضي سراق ونصابه. انت يا ليبي الدم يا مصاص الدم، تسرق دم الشعب الليبي وتو طالع بطل وفي حيجه كده. والله العظيم كيف ما نقول لك الله، عيب 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 السرقه والنصب. وهذا القناه مش خلي تو بنحكي لكم على قطر لما الصلاب يجي يعرض عليك مليون وعرض عليه ريما العمري بشو الشركة، مش المديرة هي اللي تشغل، عارفين شركة قطرية. هذا كله حنجي نقول إن شاء الله، بالك إذا وفقنا إن نقول عن مباشر، لأن نبي نوضح للشعب الليبي للعالم كله عن مباشرا وكل حقائق وبأدلة وما فيش أي كذب. أيوة إن شاء الله إذا وفقنا عن قريب حنعمل هذا الشيء وحنديروه إن شاء الله إن شاء الله، لأن إحنا طالعين تو نجهزوا في استديونا بدون لم من الناس وعطينا تبرعات ويسرق ونصب زي اللي بدهم. لا والله نبغوا احنا نخدموا هنا، بس احنا نموتوا وننداسوا وهنا ترتاح، مش يعني نبي فلوس اسم اس ونسرق التبرعات. لا، المدة اللي فاتت سمعت لتسجيل قالك اعطوني مليون ندير لكم قناة. وين المليون اللي طلعته؟ مليون ونص من الاس ام اس طيلة سنة ونص، وينه؟ ولا تبي الشعب الليبي كمان يعطيك مليون يزيدك، يعطيك مليون يزيدك؟ طبعا هو انت اللي بالدم اصلا، اطلع عرف بروحك. يعني اللي وين سألت عليه قالوا لي أمه تبوية وأبوه نيجيري ولا تشادي. هو اللي بالدم وهو بيحكم في ليبيا وبيحرك ليبيا. حرف قول، لا هني نقول لك فلان بن فلان، ترهوني يسكن فلان، عمي فلان، خالي فلان، خالي فلان، عمي فلان. لكن أنت ما كني عرفتني. واحد قال لي راهو أمه تبوية، أمه من تباوة الجنوب وأبوه تشادي، هذا اللي نعرفك. أطلع عرف بروحك، من متربي في تشاد ما تديليش روحك إنك حق واحد. أيوه. وبعد تالي اللي بالدم أنا وصلتك لدبي، من اللي رفعك لدبي وقال لك شهاده، ومن اللي عرفك بالشركات، ومن اللي خلاك بنادم. ما نقولها لك في وجهك يعني، تو ينكر يقول ها 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 كفاح خل. والله عرفت بدبي ووصلت لدبي وعرفت بالشركات. اول ما جاني ما يعرف من شاد يقول كيف تخدم القناه، كيف ما تخدمش، وبرك على هنا دير هيك دير هيك دير هيك، وولوا علي في النهايه. هذا من قله اصلكم معه. لو عندك اصل انت شخص زيني وريت لك وفتحت لك طرق وعلمتك القناه ودرت لك تحترمه طول عمرك. اللي علمك حرف تحترمه، لكني علمتك يا مصاص الدم وخليتك بنادم. والله القناه مديرها قبلك، انت جيتني في البلتوك يا ماتي حسره يا مات البلتوك. والنبي غير كلم يا كفاح تبعت من هني ومن هني، غير باش تكلم كفاح، صح ولا؟ توه زعمتك واحد وتقعد انت حرامي ليوم الدين، وانا راسي فوق ويفتخروا بي هالي، وانتم تقعدوا نصابه. وما زال في هلبة قصص، راني غير مستعجل وعندنا استديو وانا مسافر وعندنا شغل اخطر من الاعلام ونديروا فيه، وانا حياتي على المحك حتى الان في سبيل ليبيا. وانت وين راقد؟ بالك ممكن راقد مع رضيه ولا راقد مع ابصر منه. واضح العمليه يعني، ما هو والله ما نقول الا الصدق، وانا موجود اهو بوجهي. لو بنكذب راه بالسيد زيكم البسطرشيه، زي مصاص الدم وزي هذا فرخراشي زي رضيه وزي مش عارف. وينكم انتم؟ ولا غير من الله تخشوا للحمامات الفيسبوك تبدو، صح ولا؟ اطلعوا هيك نضاف وكونوا تريس، وانا راجل ونرجع لليبيا وراسي فوق، والله ما درت العيب ولا حشمتها لي، وحنشتغلوا من اجل بلادنا. مش انتم بزنس واعطيني ودير. اللي قدام قال اعطوني مليون ياسر التبرعات اللي سرقتها، وكانت راجل نزل كشف التبرعات في القناه ولا في الواحد. اصلا القناه قريبا حتوقف، رفع عني قضيه على البحرين وعلى قطر وعليه، عندي عقود ونبي منهم التزامات ماليه وكذا تعرفها بعد تالي مستقبل. ايوه. وبعد تالي القناه هذه خلاص حتوقف. ايوه. تتسلق علينا برا، تتسلق على ناس تاني، ما تتسلق على عربنا وجميلنا. اما الناس اللي يقولوا فتنه ما فتنه، هذه ما هيش فتنه، هذا تسلط وحقنا. وتعرفوا انتم الكفاح منو اللي بالدم تعرفوه. ترى لي واحد اللي نعرف هذا ولد فلان ولا ماشيين يتشكوا من سرت لا بصروره فلان راه فلان يشكو زي اللي يسوي. والله ما قمت تليفون ولا كلمت واحد ولا شكيت، لا قلت هذا اللي بالدم ولا نعرف على الحق، ونرقد رجل على رجل امور ثانيه. هم كلوا الدنيا كلها وكفاح ومش عارف ليش، لان هم عارفين لو تكلمت بنقول الحق، وما زال في هلبة في شعبتي يفضحكم. اخوك هذا يلي بالدم اللي يضحك على الليبيات باسم القناه توه واكتشفته. وانت يا حرات يا بنات اللي يسمعن فيا اللي تعرفوا اخولي بالدم يضحك عليكم، حناخذ لكن حقكن هني واللي ضحك عليكم. اخولي بالدم داير لنا جو
بتاع عنا ماسك الاعلام يبي يروح زي عبد الله منصور. هو انا فاهمك، يطلع اني المدير، انا مش عارف شنو، انا مش عارف شنو. وحاجه واحده اني فرحان بيها يعني في هالموقف. ليش؟ انك انت يعني بالدم تنازلت هيك وتتكلم في علي ديلف، وتتكلم في فلان، وتتكلم في فلان، وتتكلم اللي زمان مش متنازل انت. وديما تقول ما نبي حد يكلمني واني زي المدير وما حد تو تتنازل تتكلم حتى اي واحد انت. ليش؟ باش تبي الناس يوقفوا معاك، لكن والله الا الظالم انت. والحقائق تتكلم. انا موجود اليوم سنه 5 شهور، واضحه العمليه يعني، مش بالكلام بالفعل وحياتك. واللي حشم هله منه اني ولا انت؟ يعني ما نحشم هلي قلت لكم وراسي اهو بوجهي، قلت لكم سيف الاسلام موجود بدون سرقه، بدون نصب، بدون اي شيء يضر بهذا الشيء يعني الحقيقه يعني. وانا ما نبيش ان نعطل عليكم يا هنا ان شاء الله، وحنعطيكم ان شاء الله حقائق ثانيه ان شاء الله. وديما غير نفضه تو عندنا شويه اجتماعات وشغل، وين نفضه ان شاء الله حنديروا بالك حلقه مباشره نفتحوا فيها كل اللي صاير هذا، وكل اللي دارس لي بالدم وما زال بيدير ان شاء الله. وما عادش والنبي اللي يخش ولا يجيب يكلمني والله انت اللي بالدم وجماعتك تستعملوا فيها اني من طرف الكابتن، اني راه نحرش فيكم الاسره، اني راه مع الاسره تديروا لي في جو زمان تلقلقوا وكيفاش تكرهوا الناس في الاسره، راهو ما عادش تديروه لي. راه انت بتكلمني كلمني قول اني، مش تقول لي اني مع الكابتن والكابتن راهو نكلم نحرش فيك الكابتن ونحرش فيك الاسره. هذه القاقه تديروا فيها منكم لي، والاسره تتبرى من هذا الشيء، والاسره تبقى رجال ما تبقيش لك. وإن شاء الله نلتقوا على خير إن شاء الله وبسلامة الله إن شاء الله، ونلتقوا عن قريب ونعطيكم حقائق جديدة إن شاء الله بسلامة الله إن شاء الله.